قبل ما نبدأ كلامنا عن النادي الأهلي وعلى الإنجاز اللي عمله في كأس العالم للأندية وحصوله للمرة الرابعة على برونزية كأس العالم، لازم الأول طبعا ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا يثبتهم، واللي لسه لحد دلوقتي بيعملوا إعجاز سيذكروا التاريخ وأجيال قادمة للي بتعمله المقاومة في الكيان الملعون من مش عارف أقول الصراحة، ما شاء الله ناس بأقل إمكانيات بيعملوا إعجاز. وشفنا حتى الأنفاق وازاي الناس دي قدرت تحفر الكلام ده بشكل علمي مدروس وبدراسات، مش حاجه مش معموله كده اي كلام، لا ما شاء الله عليهم، ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم. وكل حد مش عايز يقف معاهم او بيأمل او بيطمح ان بعد انتهاء الحرب ان يكون في علاقه بينه وبين الكيان الملعون، لازم يفهموا ان الناس دي عمرها ما هترجع زي الاول ابدا، خلاص صورتهم اتهزت في العالم كله. فدول زي ما قلنا قبل كده اللي مستغطي بيهم عريان. وبمناسبة بقى موضوع فلسطين، قبل برضه ما نتكلم على الأهلي، في موقف حصل فيه جدال كتير وهو موقف محمد صلاح بارتدائه طبعا القرنين وان هو راح يزور الاطفال في انجلترا. طيب مبدئيا ناس طلعت بتتكلم ان كل اللي ضد موقف صلاح دول الجان ودول ناس ضد نجاح صلاح، وانا مش فاهم ليه. لازم الناس تفهم انا واحد من الناس ضد موقف صلاح دي جدا من البدايه، ودايما صلاح لما بيتحط في مواقف كده دايما بيفشل فيها. صلاح ما بينجحش الا في الملعب فقط. ولازم الناس دي تفهم ان احنا دخنا من تشجيع الانديه الاوروبيه بسبب صلاح. شجعنا فورنتينا وشجعنا روما، انا عمري في حياتي ما تمنيت تشيلسي، ده من الانديه اللي بكرهها جدا ان هو يكسب الا لما كان صلاح بيلعب فيه. بعد كده انا اصلا يعني بميل لمانشستر يونايتد، لكن بقيت دلوقتي بميل لليفربول بسبب صلاح. حتى لما بيفقدوا الامل في منافسه على بطوله ببقى بتفرج على ماتشاتهم وبامل ان صلاح يحرز هدف، ما يهمنيش بقى النتيجه هتطلع ايه. لغايه دلوقتي الكلام ده. ففكره انك تقول ان احنا لجان وبنهد، مش كل حاجه نرميها على اللجان. الناس ليها اراء ولازم نحترم ارائها، زي ما انت بتطلع تقول رايك لازم تحترم اراء الاخرين. لكن فكره صلاح انك تكون عايش مع مجتمع وتنخرط فيه وتشاركه افراحه واحزانه، ده ما عندناش مشكله فيه خالص خالص. على فكره النني راح زار برضو بنات ناس في مستشفى في الكريسماس، ما فيش مشكله. ما حدش ليه حط النني في الصوره، لان الراجل ده كان موقفه واضح من بدايه القضيه وبيستند القضيه، فما حدش حطك في دماغه. لكن لما اتطلب منك ما رضيتش تتكلم، ويوم ما تيجي تتكلم تقول كل الارواح مقدسه وتبعت رساله عامه، ده موقف مخزي جدا لصلاح. انك تزور زي ما قلنا الاطفال وتنخرط ما عنديش مشكله وتهنيهم. لكن فكره ارتدائك، بص انا ليا اصدقاء مسيحيين واصحابي جدا كمان، اما بيجي عيد ليهم بهنيهم في اعيادهم. بيجي عيد الزعف لكن ما بنزلش الشارع امسك زعف، لان ده مش عيدي، بس انا بهنيه. بنفس الامر هو لما بيجي عيد مثلا بالنسبه لنا، الناس بتبعت بتهنينا سواء على الواتس او بالتليفون، لكن ما بيضحيش في العيد الكبير معانا. بيشاركني بالتهنئه لان احنا كلنا اخوات. لكن انت حر، الفكره كلها انت حر. عايز تهني هني، تلبس بقى البتاع ده، انت حر في لبسك. لكن انا بشوف احتفالك بالكريسماس بشكل وكانه مبالغ فيه جدا. تروح تزور اطفال في مستشفيات، ربنا يشفيهم طبعا، ما عندناش مشكله في ده. لكن في المقابل انت هنا اطفال عندها مرض، ربنا يشفيهم يا رب ويعفى عنهم، انت بتشاركهم، ده كويس. طبعا المقابل الاخر في اطفال بتتقتل. موقفك معاه كان ايه؟ يعني بس هي دي القصه. وهم ناس اهل عروبه، اهل دين. وقلت قبل كده في من الاطفال اللي ماتت منهم اللي لابس تيشيرت ليفربول رقم 11. فكان موقفك ايه؟ محدش بقى يقول لك هو حر ومش حر، لا. النجم لما يوصل لمرحله النجوميه ما بقاش حر، لان انت كلمه منك ممكن تاثر في ابني وابن فلان وابن فلان، لان انت بقيت قدوه. فمحدش يتكلم في كلمه لا ده حر، ده حاجه شخصيه. لا، هنا لازم تكون صاحب موقف. كونك لعيب متميز، انت مالكش دخل في ده، لان دي يعني ايه، منحه من ربنا. الموهبه انت ما كانش ليك دور فيها، ربنا ادالك موهبه. فكونك لاعب متميز دي حاجه بتاعت ربنا، انت بقى بتنميها بتحافظ عليها، ده شيء كويس. لكن في النهايه مالكش دخل فيها. لكن اللي ليك دخل فيه واللي هيعلم مع الناس وتفضل موجود فيه هو مواقفك، لان الانسان مواقف. ده بالنسبه لصلاح. نيجي بقى للنادي الاهلي اللي فخر فعلا. النادي الاهلي بيعمل اعجاز، تحقيق الميداليه البرونزيه للمره الرابعه لافريقيا، والاربعه ياخدهم النادي الاهلي، ده انجاز كبير. وعايز اقول حاجه للجميع وللاهلاويه تحديدا. كون ان احنا تفوقنا، فريقنا تفوق وعلى سقف طموحاتنا، ده شيء جميل جدا، وبنزعل ان احنا ما وصلناش نهائي. لكن مش حابب ان ده يفصلنا عن الواقع. الواقع بيقول ان احنا لما اخدنا البرونزيه بالجيل اللي احنا بنقول عليه جيل الاهلي الذهبي، مشينا باتوبيس مفتوح وكان احتفاليه وفرحه طاغيه. فكون النادي الاهلي بمجالس ادارته الناس بتشتغل دايما على التطوير وبتدعم فرقه الكوره، والحمد لله في نجاح مستمر ومن تقدم لتقدم، وبقينا البرونزيه صعود لنصف النهائي بقينا قادرين عليه. فنوصل في 4 نسخ نصف نهائي وناخد البرونزيه 3 مرات، ما يخلكش لما نفشل او ان احنا ما ننجحش في الوصول للنهائي
انك تهدم المعبد ويطلع ناس مسؤوله او ناس مسموعه وتقول كولر اضاع الحلم في ماتش وصلنا فيه للجون اكتر من مره، ضاع فرص كتير، مش معقول كولر هينزل يحطها. فهي دي الفكره، ما تفصلش نفسك عن الواقع. كاس العالم انديه الترتيب المنطقي بتاعها اوروبا، امريكا الجنوبيه، ثم يتساوى بقى افريقيا مع اسيا مع كونكاكاف، احنا رقم 3. فده الترتيب المنطقي. بالعكس ده احنا في الاونه الاخيره كمان القيمه التسويقيه للكونكاكاف ودول اسيا بقت اقوى من افريقيا. يعني حتى الترتيب المنطقي انا شايف ان افريقيا بالترتيب المنطقي الطبيعي انه يبقى الخامس. فكون ان الاهلي يتخطى ده وبعظمه وبروح الفانله الحمراء يقدر يكسب، مع تقريبا احنا كسبنا هيروشيما، اوراوا الياباني، الهلال، السد، الدحيل، كل فرق اسيا بنقابلها بنكسبها، رغم ان هم فرق كتير منهم القيمه التسويقيه بتاعتهم اعلى مننا، لكن بروح الفانله الحمراء بعظمه النادي الاهلي بيقدر كل انجاز بيقدر يحقق الانجاز، مش مره ولا اتنين، لا ده 4 مرات، وبيعمل ارقام صعب توصل لها. فمش عايزين نفصل نفسنا عن الواقع، دي حاجه. تاني حاجه بقى الناس اللي هي بتطلع بقى تقلل وتطلع لك الارقام السلبيه، انا بكون حابب ان انا ما اردش على الناس دي في تعليق مباشر تحت بوست ليها او تويته ليها، لان ده واحد جواه كميه حقد نفسه يخرجها، فان انا ما اعبروش او اطلع زي دلوقتي اتكلم من غير ما اذكر اسمه، فهو عايز يطلع شحنه الكراهيه دي، فانا لما اخش ارد عليه فانا بديله فرصه ان هو ينفجر فيا ويطلع الشحنه اللي جواه. في بيت شعر عظيم جدا وانا بحبه جدا اللي هو النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. فده واحد انت عارف كل انتصار للاهلي بيبقى صعب جدا عليهم، بيبقى صعب اكتر، يعني انتصار الاهلي بيسبب لهم حزن اكتر من خساره انديتهم اللي بيشجعوها، وده نتيجه ان في غل وحقد، لانه قلت قبل كده ان مش اي نفس بشريه تتحمل التفوق الدائم، واللي بيعملوا الاهلي ده مش تفوق دائم بس. فيطلع يقول لك مثلا فئه كده بتطلع تقول لك انتوا فرحانين عشان اخدتوا الثالث من بطوله عباره عن 7 دول ابطال قارات، دي كده مبدئيا. وقلنا ترتيبهم ازاي، انت بتلعب بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه وبطل اسيا، دوري ابطال اسيا اللي بيقولوا اقوى من دوري ابطال افريقيا، دي حاجه. تاني حاجه انا عشان اوصل لل7 دول انا دايس على قاره كامله، ففكره ان انا في وسط 7، لا ال7 دول اكتر من 7، كل فرقه فيهم دايسه على قاره، فدي حاجه. ثاني حاجه اما يطلع عيل كده في قناه عربيه اماراتيه كده، هو لا فاهم كوره ولا فاهم اعلام ولا حاجه، يطلع يعرض لك ارقام سلبيه، وطبعا ناس كتير ردت على الكلام ده. ولازم تفهموا زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، اما بتتكلم على بطوله محليه الارقام تختلف عن لما تيجي تتكلم عن بطوله قاريه، غير اما تختلف عن بطوله عالميه. وقلت دليل ان منتخب مصر اكتر فريق واخد افريقيا، لما تيجي تقيسوا ارقامه في بطوله افريقيا تلاقي عدد مرات الفوز، عدد الاهداف دايما اكتر من عدد الاخفاقات. لكن تيجي تقيسه في كاس العالم اللي احنا شفناه بعينينا، سواء اخر مشاركتين مثلا لينا في كاس العالم، احنا ما كسبناش ولا ماتش. مش هتكلم بقى على البطوله زي ما خلينا في العصر الحديث من ال90 ما كسبناش، يعني لعبنا 6 ماتشات اتعادلنا 2 وخسرنا 4، ما احرزناش غير 3 اهداف. فده هل ده يعيب منتخب مصر؟ لا، لانك بتتعامل مع مستويات اعلى، وده اللي بيحصل مع الاهلي في كاس العالم للانديه. لكن الاهلي ارقامه بفضل الله حتى على المستوى العالمي هي افضل، لانه تاني فريق فايز، تاني فريق احرز اهداف 34 هدف، اكتر فريق وصل نصف نهائي، مع العلم ان فرق اوروبا وفرق امريكا الجنوبيه مجرد دخولهم للبطوله هو وصول لنصف النهائي، ومع ذلك الاهلي اكتر فريق وصل لنصف النهائي. فلما اشارك 9 مرات اخد رابع مرتين واخد الثالث 4 مرات، ده انجاز. بالاضافه الارقام بقى، ارقام حسين الشحات اكتر لاعب شارك، النادي الاهلي اكتر نادي شارك عدد مباريات، اكتر المدافعين سجلوا هم من النادي الاهلي معلول وياسر ابراهيم مع راموس، اكتر لعيبه عربيه سجلت فيها الشحات، فيها ابو تريكه مع سالم الدوسري، فكلها ارقام بتبين لك عظمه النادي الاهلي. فتسمع من الاحقاد ومن الكلام ده ما تشغلش دماغك بيه، انت فوق قوي، وسيب النار، سيب النار اللي جواهم تاكلهم، لان زي ما قلنا النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. فيبقى النادي الاهلي كبير، نتمنى يا رب ان شاء الله في السوبر اللي مهمه مستحيله وصعبه جدا، انا مش عارف ازاي اللعيبه هتقدر تلعب، بس ان شاء الله ربنا يوفقنا وننصر اهالينا في فلسطين.